هو ده بقى محمد علي بن رمضان لاعب الاهلي الجديد في الصيف المقبل، وده على حسب كلام الصحف التونسيه وبالتحديد موقع كوره 24 التونسي. هكلمك عن كل حاجه تخص نجم منتخب تونس ولاعب الترجي التونسي السابق الموهبه الفذه محمد علي بن رمضان. ولكن في البدايه ما تنساش تصلي على النبي وتحط لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا الحلقه. محمد علي بن رمضان هو صفقه منتظره من جمهور النادي الاهلي منذ اكثر من 3 سنوات، وده لانك بتتكلم عن لاعب موهوب رغم صغر سنه، وبيمتلك امكانيات جباره في نص الملعب حرفيا. لاعب بيمتلك شخصيه قياديه داخل الملعب، يفكرك كده تلقائيا بالكابتن حسام غالي ولمسته في وسط الميدان. مش من السهل انك تاخد منه الكوره طول ما هي في حوزته، وبيمتلك لمسه لا تنبئ انه لاعب عربي بل لاعب من طراز اوروبي حرفيا، صانع العاب زي ما بيقول الكتاب. بتتكلم عن لاعب من مواليد 1999 عمره 24 سنه، لسه لاعب صغير في السن، لاعب مازال لسه في بدايه مسيرته، طوله 1.85 سم. قيمته التسويقيه حاليا على الترانسفير ماركت بتتخطى ال 2 مليون و500 الف يورو، وعلى حسب كلام الصحف التونسيه النادي الاهلي هيخلص في بن رمضان ب 3 مليون دولار بعقد يمتد ل3 سنوات. في الموسم الاول هيحصل بن رمضان من النادي الاهلي على 900 الف دولار، وفي الموسم الثاني بن رمضان سيحصل على مليون دولار، وفي الموسم الثالث بن رمضان سيحصل من النادي الاهلي على 1,100,000 دولار. لاعب بدأ مسيرته الاحترافية كلاعب كرة قدم في عام 2018 حينما تم تصعيده للفريق الأول لنادي الترجي التونسي حتى عام 2023، يعني قضى 5 سنوات مع نادي الترجي التونسي. قاد مع الترجي التونسي في عام 2018 2019 11 مباراة، ولكن لم يوفق، لم يسجل ولم يصنع أي هدف في هذا الموسم. ولكن بن رمضان بدأ يضع بصمته الحقيقية في موسم 2020-2021. لعب 36 مباراة بمجموع دقائق 2920 دقيقة، يعني بواقع 23 مباراة فعلية في مختلف البطولات المحلية والقارية. قدر يسجل 12 هدف ويصنع 3 آخرين، وده طبعا رقم مميز للغاية. وواصل تألقه علشان في موسم 2021-2022 يخوض 31 مباراة بمجموع دقائق 2716 دقيقة، واقع 16 مباراة فعلية. قدر يسجل 8 أهداف ويصنع 2 آخرين، علشان في آخر موسم له مع الترجي التونسي في موسم 2022-2023 يخوض 38 مباراة ويسجل 14 هدف ويصنع هدف آخر، ولكن بواقع 26 مباراة فعلية. علشان في موسم 2023-2024 بينتقل بن رمضان لنادي فرنفروتشي المجري، خاض معاهم 25 مباراة بمجموع دقائق 1186 دقيقة، واقع 13 مباراة فعلية. قدر يسجل هدف ويصنع 6 آخرين. والنادي الأهلي حاليا بيخلص في اللاعب أو شبه خلص في اللاعب، وده على حسب كلام الصحف والمواقع التونسية، والإعلان الرسمي خلال الأسابيع القادمة بالفعل. بتتكلم عن لاعب مهاري وموهوب ومميز وهداف بالفطرة، ولكن انت كده بتتكلم على رحيل لاعب من ال5 الأجانب زي بيرسي تاو، أنتوني موديست، أليو ديانج، ورضا سليم، وكذلك علي معلول. بكل تأكيد نتمنى ان الصفقة تتم بنجاح ويكون كلام الصحف التونسية صحيح بنسبة 100%. بس كده قول لي انت بقى كمشجع للنادي الأهلي من وجهة نظرك رأيك في اللاعب، وهل فعلا كنت تتمنى ان هو ينضم للنادي الأهلي ولا كنت تتمنى انضمام لاعب آخر غير التونسي محمد علي بن رمضان؟